السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وولادي. بقالي كتير طبعا ما نزلتلكوش فيديوهات. احنا هنعمل النهاردة ايه بقى؟ العاشورة. كل سنة وانتم طيبين. حاطة اللبن يغلي، وادي ايه، وادي القمح على النار، وحطيت معاه نص كوباية رز. القمح ونص كوباية رز معاه يستوي، ولما يستوي نرجع لكم. يكون اللبن غلي ويكون هو ايه، انا مولعه عليه قبل كده، يعني استوى شويه وبعدين رجعت ايه، طفيت عليه ورجعت ولعت عليه تاني. نقفل معاكم شويه بس وبعدين نرجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم يا اخواتي وولادي. ودلوقتي القمح استوى والرز اللي احنا حاطيناه، بس انا ايه مستنيه بسويه قوي، عشان لو ما سويتهوش قوي اول ما بيتحط في التلاجة تلاقي القمحية نشفت. لازم يستوي سوا جامد، تستنوا عليه يعني، ما تستعجلوش. اما القمحية بتستوي سوا حلو وايه، حتى لو قعد في التلاجة تلاقيها برضو مستوية ما تنشفش اهو. ناخد كبشتين منه ونضربهم في الخلاط ونحليه بقى، وبعدين نحط له النشا. انا بعمله زي امي الله يرحمها وحماتي، ما بعملش ولا كريم شانتيه ولا، هو النشا والسكر واللبن، محطش فيها الا كده بس، ولا بزود. بعمله زي بتاع زمان، العاشورة بتاعت زمان. ما احبش انا ايه الحاجة الحلوة اللي كنا بنعملها، ما احبش ازود لها، ما ازودلهاش حاجة. طول عمري بعمل العاشورة كده، قمح وحبة رز يستووا لما يشبعوا في السوا، وبعدين نحط السكر، وبعدين نحط اللبن والنشا في الاخر. ولما تشكل وتبقى حلوة الحاجة اللي انت بتحبيها، كل واحد وذوقه طبعا، عايزاها نشا كتير نشا خفيف، طبعا كل واحد بقى ومزاجه. صبها في السلاطين، بس طبعا طول ما هي على النار لازم تقلبيها عشان ايه ما تلزقش، عشان لو القمح لزق في الحلة ما بتبقاش حلوة، لازم تفضل فاتحة كده وجميلة. هحط حبة كبشتين بقى من كده يبردوا من السخونية، وبعدين اضربهم في الخلاط، ولا اعملهم بالهند بلندر، ما اشوف. بس انا مش عايزة اضربهم كلهم، انا عايزة اضرب شوية صغيرة. ممكن احطهم في الشفشق بتاع واضربهم برضه. هحطهم بس في قلب الخلاط وارجع لكم. ناخد كبشتين كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
وادي بعد ما ضربناها اهو، فضيناها بقى على بعضيها تاني. وادي اللبن، وادي اللبن، ادي اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. يغلي بس شوية اللبن، وبعدين احط له السكر. وكده يا ولادي بقى خلاص العاشورة خلصت. بصوا بصوا بقت شكلها ايه، بصوا النشا لف بيها يعني، غليت ولف اهو. لازم النشا يستوي، ما نحط النشا لازم يستوي اهو. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ولادي واخواتي. بصوا بصوا بيغلي ازاي، لازم النشا يستوي، ما نطفيش عليه لما يغلي كده، عشان ايه ما يرجعش يعزل. لو حطيتي النشا وما استنيتيش لما يغلي كده تبص تلاقيه عزل، لكن كده استوى. نطفي بقى عليه ونسيبه لما يهدى وبعدين. ورجعنا لكم يا ولاد، استسند بس مالت السلطانية مني معلش. نص كيلو قمح على كيلو ونص لبن، ونص كوباية رز، نص كوباية صغيرة مش كوباية كبيرة، و5 معالق نشا، ونص كيلو سكر. اقول لكم بقى ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعقبال كل سنة كده يا ولاد واحنا مع بعضينا بإذن الله. وادي العاشورة يا ولاد. ايه رأيكم يا ولاد، ايه رأيكم؟ لسه ما حطيتش بقى عليها حاجة، في ناس بتحبها بالقرفة وناس بتحبها بالزبيب والجوز الهند، كل واحد بقى ومزاجه. ساعة ما يجوا ياكلوا حط لهم ايه اللي هم عايزينه. وادي بقيتها. ايه رأيكم يا ولاد، ايه رأيكم يا ولاد؟
كل سنة وانتوا طيبين. طبعا انتوا كلكم شاطرين وبتعملوا احلى حاجة، بس دي طريقتي انا بوريكم الطريقة بتاعتي. والبنات الصغيرين بقى اللي لسه في اول حياتهم يشوفوا الطريقة دي، والاسهل ليهم يعملوه. ايه رأيكم يا ولاد؟ اقول لكم بقى ايه، كل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدعولي بقى ربنا ياخد بيدي كده وابقى كويسة عشان اعمل لكم فيديوهات كتير، وربنا يصلح حالنا جميعا. بألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.